السلام عليكم الغزالات ديالي والحباب ديالي، كنقول لكم فيديو جديد ونهار جديد، ونتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بصحه وسلامه. وهذه الفطيره اللي كتحمق اي واحد، واللي كلاها عندي كيطلب لي المقادير وديجا كاينه في القناه. وهذه هي اللي قدمت لاختي، امراه مكافحه وعجبتها البساطه مع انوار. كنتمنى حتى نتوما تعجبكم، وراه ديجا شحال مره منزلها لكم باشكال كثيره. كنحتاجوا فيها كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب ومعلقه صغيره ديال الخميره فوريه والملحه فقط. كنبسو نجمعوا السوائل، يعني نحركوهم تقريبا. كندير حتى رابعه ديال الدقيق، وكنبقى نجمعها حتى تجمع ليا. هنا ماشي بالضروره تكون عندكم الدقيق كتعبروه، اللي غيجمع لكم عجينه كما غتشوفوا معايا. وهذه كتجي بحال شكل لاباط فويتي، كتجي زوينه البنات وكروستيون. جمعت كلشي، وتا الحشوه درتها اقتصاديه، وتقدري ديريها للغدا، تقدري ديريها للعشاء. راه كتجي لذيذه بزاف. كما قلت لكم راه عجبت بزاف الضيوف اللي كيجيو عندي وكنحطها لهم. مثلا ما كنتش خدمت لاباط فويتي وكنخدمها هي، راه تقدري تخرجي من بزاف الاشكال. واللي جربتها تصيفطها لي في الخاص، او لا تبارطاجيها باش نحطها لها في المنتدى عندي، او لا في انستغرام ولا نحط لها شي حاجه. فبزاف البنات كيديروا وصفات ديالي، كاين اللي كيطاغيني وكاين اللي لا، ولكن كنقول انا الحمد لله كنبارطاجي باش تعم الفائده. هنا كتشوفوا ها هي لكم هنايا، ما غاديش تلصق ليا في الاول، كتلصق من بعد غادي تجمع لكم على هذا الشكل هذا. انا غندير لها هاد البلاستيكات اللي غنبارطاجيو معكم، ولو كيتباعوا زوينين نتاهما كيجمعوا بحال هكا. وغنخليها تختمر مده نص ساعه، وهي ماشي غتختمر لكم بزاف. صافي هنا كناخذ مقله اللي كنوضع فيها البصله مع شويه زيت نباتي يا البنات، والفلفله كتبقى اختياريه، بغيتو ديروها ما بغيتوش بلاش. صافي غنصوطيها الفلفله والبصله مع الزويته والبزار ومليحه. نخلي حتى تهبط ليا البصله والفلفله، وغنزيد قطع ديال الطوماط كتجي لذيذه خصوصا مع الطون. ولا زدتو حتى شويه الزعتر كتجي لذيذه. يعني قلت لكم كتعضوها كتحسوا بواحد المذاقات مغايره. وصراحه هاد الاكله الاصل ديالها اسباني، وانا مسميها الفطيره الاسبانيه. صافي من بعد دابا من تحت ليا مطيشه والبصله والفلفله. هنا مباشره غنحيدها من فوق البوطه. كناخذ العجينه كنقسمها على جوج، كندير النص هو هذا. انا البنات تعمدت تخلي لكم شويه مزيته، بالمرات كنخليهاش مزيته. صافي كندير الحشوه اللي طيبت هنا، راه الحشوه غير المطيشه والطون والبصله والفلفله، وزدت عليهم هنا الكاشير، ولا تزيدوا الفيمي ديال لاداند اللي عندكم، ما بغيتوش ما ديروش. صافي والفرماج هو كيبقى اختياريه، درت انا فرماج احمر مع الفرماج موزاريلا. صافي وغنسد لها بالعجينه اخرى. وهنا كندهنها بلا دوغي بالصفار بيضه، وكان شويه الحليب شويه الصوجا، وكندير عليها شويه البافون. وكتقطعوها قبل ما تطيب لكم باش كتجيكم ساهله، وكتجي حتى المنظر ديالها زوين. صافي هنا غنشعل الفران من التحت على 160 درجه، غير من التحت حتى كتحمر، وكندير لها من الفوق. وكيكون البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها. حاولوا ما تقووش الخميره كما قلت لكم، راه كتجي لذيذه. وصدقوني كل ما دقه عندكم غيطلب لكم الوصفه. كنتمنى ما تبخلوش من اللايكات ديالكم، الاشتراكات ديالكم. وغنقول لكم نتلاقاو في فيديوهات اخرين. بسلام عليكم.